أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت أنه من أوائل الداعمين لفكرة إلغاء الهبوط خلال الموسم الحالي، مطالبا الجمعية العمومية للأندية بمساندة الإسماعيلي حفاظا على قيمة وتاريخ الدوري المصري. وقال وليد دعبس في تصريحاته: ما ينفعش الدوري يتعمل بدون وجود النادي الإسماعيلي، ويعز علي أشوف الإسماعيلي في دوري الدرجة الثانية، لأنه أحد أهم الأندية الجماهيرية في مصر، ووجوده جزء أساسي من قيمة وشكل البطولة. وأضاف وليد دعبس: إحنا بنشيل الحرج عن رابطة الأندية وعن أحمد دياب، لأن الرابطة في النهاية ملزمة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية للأندية، ودورها تنظيمي فقط، ولا تملك حق رفض قرار تتفق عليه جميع الأندية. وشدد رئيس نادي مودرن سبورت على أن غياب الإسماعيلي سيؤثر بشكل مباشر على القيمة التسويقية للدوري، قائلا: الدوري هيخسر كتير من قيمته بدون الإسماعيلي، ومفيش دوري له قيمة من غير جماهير. وأنا بكلمك كرئيس نادي شركة بعقلية استثمارية وتسويقية، إن الدوري بدون جماهير ليس له قيمة. وتحدث وليد دعبس عن ملف الاستثمار في الأندية الشعبية، مؤكدا إن جماهير الإسماعيلي تمثل قيمة كبيرة لأي مستثمر، مضيفا: مين يرفض يدخل في شراكة ويكسب جمهور بقيمة جمهور الإسماعيلي؟ لكن فكرة الدمج مرفوضة وصعبة جدا. واختتم وليد دعبس تصريحاته بالتأكيد على أن إلغاء الهبوط يجب أن يكون بداية لإصلاحات أكبر داخل الكرة المصرية، قائلا: إلغاء الهبوط خطوة أولى ضرورية، بعدها لازم يكون في تفعيل حقيقي لشركات الكرة وفتح باب الاستثمار في الأندية الشعبية عشان ترجع قوية وتنافس من جديد الأندية الكبرى لارتفاع قيمة الدوري المصري.